جمهور افريقيا، مرحبا بكم في افريقيا نيوز في عدد جديد باش نحكيو على اخر اخبار الفريق. لكن قبل ذلك ما نجموش ما نحكيوش على اللي صار الاسبوع هذا من محاولات مكشوفه لاستهداف النادي في توقيت غير بريء. ملف ماتش 22 مارس اللي جمع فريقنا بالاتحاد المنستيري اليوم يرجع للواجهه بطريقه مسترابه بعد وشيه من فريق منافس، والاخطر انه كان باعاز من بعض الصفحات غير المحايده بعد تسريب الوثيقه بطريقه غير قانونيه. ملف تسكر قانونيا يرجع يتفتح في التوقيت هذا بالذات. التفسير الوحيد هو محاولة خلق بلبلة وضرب استقرار الفريق، لكن الرسالة كانت واضحة. النادي الافريقي ما نجمش ينساق وراء المناورات هذه وباش يواصل عمل بثبات رغم كل محاولات التشويش. في الاخير عدم المؤاخذة في حق المدرب فوزي البنزرتي ونجاح جديد اللجنة القانونية للنادي الافريقي، ورسالة واضحة من إدارة النادي انه مش باش تبقى مكتوفة الايدي قدام التجاوزات اللي صايرة للنادي، وانها باش تتصدى لكل من تخول له نفسه محاولة التطاول على النادي والمس من هيبته. يد واحدة إدارة وجماهير. فريق الكبر اليوم كان خاض مباراة ودية جمعته بالمستقبل الرياضي بالمرسى في حديقة الرياضة. انتهت على نتيجة التعادل 3-3. أهداف عمار عبد الحق، حسام بن علي وأسامة السيلي. ماتش تطبيقي حاول من خلاله الإطار الفني تشريك أكثر من لاعب من صنف النخبة. التشكيلة كانت كالآتي: غيث اليفري في الكاج، عزيز الغريسي، عمار عبد الحق، ويلز تيني، ريان الزويبي، محمد صادق محمود، شرف الدين عون، ريان الجبالي، بلال آيت مالك، ريان تيتيغو، وفهد المسماري. في الشوط الثاني شارك كل من مهيب الشامخ، السهيلي بن علي، حمزة بن عبدة، شريمي سيد خان، فراس الشوات، والان فرانك كانتي. غيابات لاسباب صحيه على الماتش ياسين بوعبيد وكذلك توفيق الشريفي، في حين بقيه الافكتيف كانوا حاضرين واكتفوا بالتدريبات. الماتش الجاي في الشامبيونا باش يجمعنا بشبيبه القيروان لحساب الجوله 11 اياب من البطوله بملعب رادس ماضي 3:30. البحث باش يكون على انتصار عدد 17 هذا الموسم. وصلت سلسله النتائج الايجابيه الى حد الان 18 ماتش دون هزيمه على التوالي. بالنسبه لعمليه بيع التذاكر ما زالت متواصله على الموقع الرسمي للنادي حتى سهرة الأربعاء نص الليل. بالنسبة لأسعار التذاكر 20 دينار البلوز، 40 دينار اون سانت سوبيريور، و50 دينار اون سانت انفيريور. ماتش نهار الأحد هو عدد 80 في سجل مواجهات الفريقين في سباق البطولة. 47 انتصار سابق لنادينا مقابل 13 للشبيبة، في حين 19 مباراة انتهت متعادلة. 39 ماتش في العاصمة، 29 انتصار لنادينا مقابل 3 للضيوف، و7 مواجهات انتهت على نتيجة التعادل. ماتش الذهاب في ملعب حمد العويني انتهى بالانتصار 3-1. هدف حسام حسن رمضان، كينزومبي وبلال آيت مالك. 129 هدف مسجل لخط هجومنا، في حين 58 هدف كان قبل ولا دفاع. أفضلية كذلك في المواجهات الأخيرة في آخر 10 مباريات، 7 انتصارات وأعرض انتصارات كانت لفريقنا في زوز مناسبات: موسم 2015-2016 5 بلاش، وموسم 76-77 5-1. في الهوند الأولاد رجعوا بالانتصار من قاعة المكوين قدام السبورتينغ لحساب الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج. انتصار يخلينا دائما في المركز الثاني برصيد 29 نقطة. الجولة الأخرى السبت الجاي ديربي العاصمة بقاعة رادس بحضور جماهيرنا. ما زالت عندنا فرصة للتتويج، لكن مشروط أن نفارق الأهداف. الماتش يكون مع 4 لفريقنا، أو الفوز بفارق 3 أهداف مع عدم قبول أكثر من 22 هدف. بالتوفيق للأولاد، وإن شاء الله بحضور جماهيرنا كل شيء ممكن. عودوا على حضوركم المعتاد ونكونوا يد واحدة مع بعضنا. في الكبريات تستأنف نشاط البطولة بعد راحة مطاولة، والفوز كان في قاعة الجورجيني قدام الجمعية النسائية بالساحل 40-22. آخر فوز في مرحلة التتويج انتصاري، وأكد الخدمة اللي قاعد يخدم فيها الإطار الفني بقيادة المدرب محمد الطبوبي، كذلك جدية بناتنا وجاهزيتهم للمراحل الأخرى. ماتش الساحل اللي كانت ألقوا فيها نور العوني بتسجيل 8 أهداف، ونور دراوي كذلك 7 أهداف سجلت في الماتش. هكا نكملوا مرحلة البلاي اوف الصدارة، صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، والمرحلة النهائية باش تدور كما الموسم الماضي في شكل دورة رباعية الفاينل فور، لكن السنة باش تدور بالمنستير بقاعة محمد مزالي. الأدوار النصفية نهار 14 ماي، ومباراة النهائي والمباراة الترتيبية نهار 16 ماي. كملوا مع الهوند في نهائي ذهاب بطولة الواسط. النادي الافريقي يحسم مباراة الذهاب في ديربي العاصمة 25-24 في انتظار مباراة العودة الأسبوع القادم.
في الباسكيت غدوة تنطلق رحلة الأولاد للمغرب للمشاركة في البال باش تلعب بين 24 أفريل و 3 مايو. الأولاد كملوا الفترة الأولى من التحضيرات الأسبوع اللي فات في تربص في مدينة نابل. المجموعة تعزت بثلاثي أجنبي باش يشاركوا في البال، وهما جيس جونز صانع الألعاب الأمريكي، درو خليل سيسي لاعب الارتكاز وخبرة كبيرة، الثنائي الأمريكي، إلى جانب أمينو محمد مركز الجناح الخلفي متر 96 الملاعبي. هذا مباراة الافتتاح لفريقنا باش تكون نهار الجمعة 24 أفريل مع 4 متاع العشية ضد أسفيل دكار، ثم نهار السبت قدام الاهلي المصري 6 متاع العشيه. الجوله الثالثه نهار الثلاث 28 افريل 7 متاع العشيه قدام شباب ابيجان الايفواري، ونهار الجمعه 1 ماي ضد مايك تاون النيجيري، والختام باش يكون نهار السبت قدام الفتح الرباطي 6 متاع العشيه. حظ موفق لاولادنا، مشاركه ان شاء الله تليق باسم النادي. بالمناسبه في مسابقه كاس تونس فريقنا كان يتعرف على منافسه في الدور النهائي هو الاتحاد المنستيري، مقابله باش تلعب نهار 9 ماي. كان هذا كل شيء في افريقيا نيوز، نتقابلوا الاحد الجاي لفريق تعيش.